لو حد جاي جديد هنا تنصحه انصحه يتعلم الانجليزي الاول، وده بناء على ناس شفتها بقالها اكتر من 10 سنين ولسه بيتكلموش انجليزي. وانا اول حاجه عملتها اول ما جيت اتعلمت الانجليزي في 6 شهور، ولحد دلوقتي مش قادر الم الحصاد اللي انا بجنيه بسبب ان انا بتكلم انجليزي. حصاد 6 شهور اشتغلتهم على نفسي او سنه بجني فيهم لحد دلوقتي، من ناحيه ان انا عندي فرص شغل كتير عشان خاطر بعرف اتكلم اللغه وبعرف اشتغل مع ناس كتير مش مع العرب بس. عندي فرص ان انا اتعرفت على واحده، يعني لو ما كانش اللغه الانجليزيه والواحده دي احنا عايشين مع بعض دلوقتي متجوزين ما كانش حلي معاها دلوقتي. الاصدقاء اللي عملتها، الانفتاح اللي انا عملته على نفسي من كل حاجه بسبب حاجه واحده، ربنا سبحانه وتعالى ثم الانجليزي. فالنصيحه دي مهمه جدا عشان ما فيش حد هنا هينصح لك كله يقول لك اشتغل وتعالى واضغط على نفسك واشتغل واعمل فلوس. بس قبل اي حاجه اتعلم الانجليزي الاول، هينفعك طول حياتك كلها مش بس في الغربه، حتى لما ترجع بلدك. ايه الطرق اللي انت اتعلمت بيها الانجليزي في 6 شهور ولا في سنة؟ جميل جدا، لان فعلا لما كنت سالتني السؤال ده كان ممكن ناس تعوق مع نفسها وكده هتطلع من المولد بلا حمص بيقول هو كده. لا كده عندنا. ماشي. اول حاجه في برنامج اسمه دولينجو اخضر كده مرسوم عليه رسمه الطير. البرنامج ده بيعلمك كلمات. البرنامج ده مش هيعلمك جمل ولا قواعد خالص، القواعد دي اللي انك تفهم اللغه، انت ممكن بس تحفظ الكلمه بس ما انتش فاهم انت بتقولها كده ليه وازاي. فالبرنامج ده اجمل برنامج مبني على العلم، مبني من علماء باحسن طريقه تحفظ بيها الكلمه، تحفظ بيها الكلمه بدون جهد. فالبرنامج ده بيخليك تتعلم كلمات كتير كانك بتلعب لعبه وتستمتع. تاني حاجه اتعلمت جمل كتير وحبيت بقى ان انا افهم القواعد وافهم اللغه نفسها، فدخلت على قناه على اليوتيوب على واحد اسمه ابراهيم عادل، ده احسن واحد في العالم كله بيشرح اللغه الانجليزيه بطريقه سلسه. فانت لو بدات بالترتيب اللي انا قلت لك عليه دلوقتي مش هتغلب، وبالعكس هتتعلم الانجليزي بطريقه سهله وبسرعه جدا.